اتخلطت في المنتخب والشارع الجزائري ينفجر غضبا. فما يحدث داخل بيت الخضر أشعل جدلا واسعا بين الجماهير. قرارات فنية صادمة وأسماء شابة تدفع الثمن في وقت يطالب فيه الأنصار بضخ دماء جديدة داخل المنتخب. في هذا الفيديو نكشف أبرز الكواليس التي أثارت غضب الجماهير، بداية من وضعية لوكا زيدان وصولا إلى عودة رياض محرز للتشكيلة الأساسية. الوضع داخل معسكر محاربي الصحراء أصبح حديث الجميع، والضغط الجماهيري والإعلامي بلغ مستويات غير مسبوقة، بينما يجد المدرب نفسه أمام اختبار حقيقي قد يحدد مستقبله مع المنتخب. لكن أكثر ما أشعل الجدل هو عودة رياض محرز إلى التشكيلة الأساسية. قائد الخضر عاد إلى الواجهة بعد انتقادات كبيرة طالبت بمنح الفرصة لوجوه شابة أثبتت نفسها في الفترة الأخيرة. ومن يدفع الثمن؟ الموهبة المتألقة أنيس حاج موسى. هذا القرار أثار انقساما واسعا بين الجماهير، فهناك من يرى أن خبرة محرز لا غنى عنها، بينما يعتقد آخرون أن حاج موسى يستحق دقائق أكثر وفرصة حقيقية لإظهار إمكانياته. ولهذا تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نقاش ساخنة بين مؤيد ومعارض. أما الملف الثاني الذي أثار الكثير من التساؤلات فهو لوكا زيدان، الحارس الذي استقبلت الجماهير خبر انضمامه بحماس كبير وجد نفسه على مقاعد البدلاء، وهو ما فتح باب النقاش حول أسباب هذا القرار. البعض يرى أن الأمر يتعلق بالجاهزية الفنية، بينما يعتبر آخرون أن اللاعب لم يحصل بعد على فرصته الحقيقية. وبين عودة محرز المثيرة للجدل ووضعية حاج موسى ولوكا زيدان يبقى المنتخب في قلب العاصفة، والجماهير تترقب ما سيحدث في المباريات القادمة. والآن أخبرونا في التعليقات، هل تؤيدون عودة محرز أساسياً؟ وهل يستحق حاج موسى ولوكا زيدان فرصاً أكبر؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تحيا الجزائر. صدمة جديدة تنتظر المنتخب الجزائري قبل المواجهة المصيرية أمام الأردن في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026. فبعد الهزيمة القاسية أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، يجد الخضر أنفسهم أمام تحد إضافي خارج المستطيل الأخضر. المنتخب الجزائري سيضطر للسفر إلى مدينة سان فرانسيسكو في رحلة شاقة تعد من الأطول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حيث سيقطع ما يقارب 4840 كيلومترا ذهابا وإيابا ليكون ثاني أكثر منتخب تنقلا في البطولة. في المقابل يتمتع المنتخب الأردني بأفضلية واضحة، إذ يقيم في مدينة قريبة من سان فرانسيسكو ولم يضطر إلى قطع مسافات طويلة، كما أنه سبق له اللعب على نفس الملعب، ما يمنحه أفضلية من ناحية التأقلم والراحة. المواجهة المرتقبة ستقام فجر الثلاثاء بتوقيت الجزائر، وتعتبر فرصة أخيرة تقريبا للمنتخبين من أجل إنعاش آمال التأهل بعد خسارتهما في الجولة الأولى. فهل ينجح محاربو الصحراء في تجاوز هذه الظروف والعودة بقوة أمام النشامة؟ أم يواصل المنتخب الجزائري معاناته في مونديال 2026؟ الإجابة ستكون على أرضية الميدان.